فطار المطرية ظاهرة عالمية اتولدت وكبرت في عزبة حمادة حي المطرية. طقس عمره 10 سنين بس. حكاية بتبين أصول الشعب المصري، وبتبين قد إيه مهمة عندنا فكرة اللمة والعزوة مع الغريب قبل القريب. لكن إيه حكاية الفطار ده؟ وليه بقى أشهر وأطول مائدة رمضانية في مصر كلها؟ يلا نعرف الحكاية من الأول. الحكاية بدأت سنة 2012 لما 5 شباب من سكان عزبة حمادة كانوا متجمعين سوا تحت بيت واحد فيهم وبيفطروا في رمضان. ففكروا السنة الجاية إن هم يجمعوا ناس أكتر من صحابهم وجيرانهم ويعملوا فطار كبير ويقعدوا يفطروا سوا في الشارع. وسنة ورا سنة الأعداد كانت بتكتر، واللي بقى يعمل فطار من نفسه وينزل يفطر معاهم، واللي مسافر يرجع. وبدأت صور الفطار تنتشر على السوشيال ميديا والصحافة تتكلم، لغاية ما تحولت الترابيزة لترابيزات بطول 4 شوارع في المطرية. وبقى يوم 15 رمضان عزومة معمولة عشان ترحب بمصر كلها. طب الفطار ده بقى بيتحضر له ازاي؟ الموضوع ببساطة انه بيكون عامل زي العزومة العائلية بس كبيرة شوية، والمسؤول عن العزومة دي هم شباب 15 رمضان صحاب الفكرة وأي حد بيتطوع من أهل الحي. فبيبدأوا بقى يجمعوا فلوس من أهل العزبة وينظفوا الشوارع ويدهنوا العماير ويفكروا في تصميمات جديدة للزينة والأنوار وكمان أفكار مختلفة عشان الاحتفال. أما بقى بالنسبة للطبيخ فده بيبدأ قبلها بيوم عشان كمية الأكل الكبيرة، وبيكون مسؤولية كل شخص في المطرية. الستات بتبقى في بيوتها بتطبخ كل نوعيات الأكل اللي هتحسسك حرفياً إنك في بيتك، طواجن وصواني ومحاشي. أما الرجالة بتبقى في الحارة مسؤولين عن الشوي وتجهيزات الترابيزات، يعني كله بيبقى بيشتغل ومبسوط إنه بيشتغل. نيجي بقى اليوم الفطار. اليوم ده بيبقى مليان أجواء دافية وزينة وبلالين وأنوار وأغاني رمضان وناس واقفة في الشبابيك بتتفرج. اليوم ده هتلاقي نفسك وسط ناس عايزة تفرحك بأي شكل، بيبقوا عايزين يساعدوا بأي حاجة وخلاص، لدرجة إنك لو دخلت أي محل أو مكتبة في المطرية هتلاقيه بيتجهز عنده أي حاجة تخص الفطار. وبالرغم من إن الحي ضيق جدا والدنيا بتبقى زحمة، لكن الناس بتبقى مبسوطة بفكرة اللمة. وعلى فكرة الفطار ده معمول لكل الناس مش لأهل الحي بس. وصدقني احتمال كبير تحس إنك من سكان المطرية من كتر ما هتحس إنك مش غريب من معاملة الناس ليك. ده غير إنك لما تبص على حيطان العماير هتلاقيهم مرحبين بيك وكاتبين لك أهلا بزوار المطرية الكرام، وبنحب الناس كلها ملناش مصلحة مع حد. ومن كتر اهتمام أهل عزبة حمادة بفطار المطرية عملوا زي لوحة شرفية كده بيحطوا عليها صور الناس اللي توفت وكانت مشاركة في فطار رمضان السنين اللي فاتت. ومش بس كده، ده كمان شباب الحي بقى ياخدوا أجازة من شغلهم قبلها ب3 أيام عشان يقعدوا يحضروا للفطار. طب إيه الفكرة في يوم 15 من شهر رمضان؟ بيقولوا شباب 15 رمضان صحاب فكرة الفطار إن ده بيبقى يوم مناسب مع الكل، بتبقى العزومات خلصت وفي نفس الوقت الناس عندها استعداد تكسر روتين الأيام اللي بيبقوا شبه بعض، فالكل بيبقى مستعد إنه يعمل حاجة جديدة. وبالوقت فطار المطرية بقى عادة سنوية مهمة، واتشهر لدرجة إن كل سنة بقى يجيله ناس مخصوص من جوه وبره مصر. فتلاقي انفلونسرز ومصورين وأعضاء مجلس نواب وناس من السعودية والإمارات والمغرب وماليزيا، لدرجة إن سفير كوريا الجنوبية شخصياً حضر معاهم الفطار في 2023. فطار المطرية أو أطول مائدة رحمن في مصر طولها 1000 متر وبيحضرها أكتر من 5000 شخص، تحت شعار هنا لما بتلم عيلة. مكان محدش بيروحه إلا لو موده بيتغير وبيحس إنه اتغسل من جوه. مكان كل فكرته إنه يجمع ناس مش عايزة من بعض أي حاجة غير إن هم يتجمعوا سوا يوم واحد في السنة، ياكلوا عيش وملح ويضحكوا في وش بعض.